لما بدأت شغلي من 7 سنين كنت بفكر تفكير أي حد تاني، وهو إن أنا لازم أنزل من سعري علشان أكون أكبر عدد من العملاء، ولكن للأسف ده ضرني أكتر ما فادني. النقطة اللي استفدت منها هي إن أنا عملت بورتفوليو قوي قدرت أشتغل بيه مع عملاء أقوى. قعدت سنتين كاملين أشتغل بأسعار قليلة جدا وفاكر إن أنا كده ماشي صح، لحد ما في عميل كبير كلمني، والعميل ده حد كبير ومهم، وعرضت عليه نفس خدماتي ب3 أضعاف السعر. والمفاجأة هنا إن العميل وافق وبعت الديبوزيت بدون أي فصال. بعد ما خلصنا أول كامبين في عميل تاني كلمني من طرف وعملت معاه نفس الموضوع، والمفاجأة برضو إنه وافق بدون أي مشكلة. وقتها عرفت إن المشكلة لا في السوق ولا في العميل، المشكلة في أنا وفي تفكيري. وقتها عرفت إن العميل الفاهم مش فارق معاه السعر، هو فارق معاه الكواليتي والنتائج، وطول ما أنت سعرك رخيص مش هتعرف تطلع كواليتي مظبوط، وبالتالي النتائج مش هتكون مرضية للعميل. وبالتجربة غيرت وجهة نظري عن موضوع السعر، وبقيت شايف إن ما ينفعش نقول على سعر غالي أو رخيص، في سعر مقابل خدمة مقابل جودة مقابل نتائج. الغالي بالنسبة لك ممكن يكون رخيص لغيرك، في مجالنا ما ينفعش نقول غالي أو رخيص. العميل الفاهم بيشوف السعر كمؤشر للكواليتي بتاعتك. ما تخافش تطلب اللي أنت تستحقه طول ما أنت واثق في الكواليتي اللي أنت بتقدمها. بناء على نتائج شغلك سمعتك في السوق هتبدأ تظهر وتحطك في مكانة معينة. سمعتك على المستوى الشخصي والعملي مهمين بنسبة 50-50. سمعتك في السوق هي اللي هتجيب لك العملاء بعدين بدون ما تتعب ولا تدور عليهم. فركز انك بتبني براند على المدى البعيد، مش مجرد كامبين بتعملها او مجرد عميل هتكسب منه شهر وتسيب. سلام.